واحد الدوار ديال الصفيح تبنى بطريقه عشوائيه. اي كان ساكن فيه واحد هو الاول، واحد السيد تيقول هو ولد البلاد وهذيك تابعه لهم من البلاد وبانها ارض الجموع وكذا كذا، وهذا الشيء كان بجنب المدينه، قريب جنب المدينه. بقى تيبيع هو هذيك الارض، تيبيع منها طريفات، اللي جا عنده اللي عطاه تيبيع ليه، هذا 100 متر وهذا 60 متر وهذا كذا كذا. هذوك الناس بقاو تيجيبوا صحابهم تيشريو من عنده شويه شويه، وحدين تيتراماو وتيبنيو بلا بالزمن وبلا خبارو، حتى ولا واحد الدوار ديال الصفيح مبني بالصفيح ومبني بالطين ومبني بشي بويتات ديال الياجور، ولا دور الصفيح كما تنقولوا، دوار ديال البرارك بجنب المدينه. ولا نقطه سوداء، نقطه سوداء لانه بداو تما دوك القرابه اللي تيبيعوا الشراب تنسميهم القرابه، بداو الناس تيبيعوا المخدرات، ولا باش دوز من داك الدوار وانت براني غتعرض لشي حاجه، ولاو تيخرجوا منه اللي تيجريسيو في المدينه. وراك عارفين دوك دور الصافي اش تيخرج منه. حنا ما تنتهموا حتى شي حد، ولكن المكان والحاله تعيشوا فيها وداك الفقر المدقع تعطيه هذا الشيء هذا، الا اللي نجاه الله من دوك الوليدات. هنا بغيت ندير واحد الخرجه هي الاولى بغيت نهضر عليها. هاد دور الصفيح اللي كاينين دابا عندنا في المغرب، اللي هما دابا بدات المحاربه ديالهم. هاد استغلال الملك العام كما وقع في الدار البيضاء دابا، اللي خدامين تيحيدوا دوك الكراس ويحيدوا داك الشيء ويحيدوا هاد القهاوي اللي مخرجين سادين الطريق على عباد الله، والقهوه مخرج واخد ترمى على الملك العام واخد 4 متر و5 متر وساد على الناس باش يدوزوا. هاد الناس مالهم هادو؟ مال هاد الناس داروا هاد الشيء هذا؟ مال هاد الناس داروا هاد الفوضى هذه؟ هاد الشيء كلشي كان مخبار المخزن وباتفاق مع المخزن، كونوا صريحين. هاد الشيء كان باتفاق مع المخزن ومخبار المخزن. حتى واحد إذا جينا نبحثوا ونمشيو دابا للدار البيضاء وما تيهدموا، حتى واحد ما خرج شي داك البالكون، داك الغطاء اللي تيديروا قدام المحل ديالو، وحتى واحد ما عمر قدام المحل ديالو ديال البيع والشراء ديالو وحط السلعه ديالو ومنع الماره باش يدوزوا، ما دار راسو الا باستشاره وبرضا ديال المقدم وديال المخزن وديال القيد، ديال المقدم وديال الشيخ وديال القيد. حتى واحد ما بنى شي قهوه وترمى على الملك العمومي وسد الطريق على الناس 4 متر و5 متر ودخل هو ديال القهوه، ما دارش غير هكاك، ماشي غير جا ودارها. ما انه ممنوع، الملك العمومي ما تيتكراش، والملك العمومي ما تيتبناش فيه، والطريق العامه ما تيتبناش فيها، ولكن تيبنيو تما وتيجي عنده تيقول عندي الرخصه عطاوها لي المجلس عارف القانون الممنوع تيعطيوه رخصه بالمقابل ما نبقاوش نخبيو وجهنا بالغربال، بالمقابل مع ان القانون تيقول. انا خديتها من كتاب القانون: الحيازه لا تكون لغاصب لان وجه مدخله غير مشروع. هذا الحيازه ديال واحد الملك، اي ملك عمومي، راه ماشي في الملك ديالو، تيتسمى غاصب ديك الملك، وترى على داك الملك، وماشي بداك الترخيص ديال المجلس البلدي وديال المجلس القروي ولا هذا باش هو غيدير اللي بغا. حتى ديك الترخيص اللي عطاوه راه غير قانوني. علاش دابا واحد تيهدموا ليه هو تيجبد الوراق تيقول ما انتم سيدي انا عندي الترخيص ديالي، هذاك الترخيص داو لك فلوسك، الدوله عندها حق تحيدك من تما، ما تقول لا ترخيص لا مولاي عطاك المجلس نسحبوا عليه شوف بحال داك المجلس، المقدم اللي دورتي معاه ما بقاش داك المقدم، القايد اللي عطيت ديك النهار وقال لك بني مشى في حالته داك القايد، كنت درتي حجه عليه باش تتبعوا امام العداله كنت تبعتيه قول هو اللي سمح لي، هو اللي عطاني، هو اللي مشيت عنده واشنو عطيته وكذا كذا، شنو يطلب لي وكذا وكذا وكذا. إذا هنا تنقول بان هاد برارك وهاد الدواور وهاد البناء العشوائي اللي وقع وهاد الترامي على الملك العام وهاد الغطراسه اللي كاينه وهاد الشوارع اللي عمرو بالبرارك وبالصنادق وهاد الشيء تنشوفوا دابا تحيدوا في الدار البيضاء، كلها كان داخل فيها المخزن، كلها كان مساهم فيها المخزن. وتنقول هنا المخزن هما المقدمين والشيوخ وبعض القياد،
ليس كل شيء قياد، بعض القياد للاسف. هاد الدوار اللي قلت لكم تبنى واحد الدوار عشوائي قال اللي جا تيبني البلارك وكذا والدور وبالطين وبالتبن وبالعراش وكذا وتبنى داك الدوار، ولا نقطه سوداء بجنب المدينه، كاع المصائب فيه. ناس اللي ما مساكن ثمرتهم وحالتهم وديك السكنه ديالهم وديك الحياه ديالهم جعلتهم الاغلبيه ما قدروش يربيو ولادهم ديك التربيه الحسنه، لان الاجرام تيعادي. وتنعرفوا دوك الدراري المساكن اللي عايشين تما، واحد في الدرب مسخوط الوالدين تيكون باقي شاب، تيعادي بزاف الشباب اللي هما ولاد داك الحي ولاد داك الدوار، تيعاديهم تيغريسي وتيجي يفتخر بانه في لاغريسيون راه دا وربح ودا فلوس وكذا وكذا، والاخر تيتصنت ليه تيوليك بحالو. واحد تيشعل جوان تيعلمهم كلهم يكملوا جوان، واحد تيشعل كارو تيعلم دوك الدراري يكملوا كارو، تيتعلموا ديك الهضره بيناتهم، ديك الهضره الخايبه تيوليو يهضروا بها. وتنقول الناس اللي ساكنين في دور الصفيح وساكنين في دوك الدوار وفي دوك البلارك، تنقول الشباب ما تتابعوش دوك الشباب العوج اللي عندكم تما ولاد حومتكم، دوك الحشيشيه ودوك السكيريه ودوك اللي تيكريسيو. لا، انا عارف انه كاين شباب الان تيتفرجوا فيا في دور الصفيح، شاد بورطاب تيتفرج، ولكن نقول لكم راه دور الصفيح خرجوا منهم رجال. الخيريات خرجوا منهم رجال اصاحبي، في الدوله خرجوا ناس كبار، اساتذه كبار. دور الصفيح خرجوا منهم ناس كبار. انايا في واحد كبرت في واحد الحي سميتو ديور مخزن، كان ديور والو غير صابتهم في راسها حطتهم تما، خرجوا منها ناس كبار رياضيين واساتذه واطباء كبار. وتنقول ديور الصفيح خرجوا منكم راس كبار، ناس كبار، خرجوا منكم ناس كبار. جدودكم كانوا في المقاومه، كانوا مقاومين. بواتكم كانوا رجال عمرهم ما عرفوا المخزن ولا عرفوا الكوميساريه ولا عرفوا شي حاجه، وعيشوكم عيشه الحلال. خرجوا رجال ولا في دور الصفيح كونوا رجال. خليو دوك المهمشين هذوك المسخين اللي تما في الدور تيدور عندكم تما وشادين قاعد لا نقول وتيتلوى كذا ما كذا. انا ماشي تنهينكم، هذاك الشيء عشنا فيه وكبرنا فقراء الحمد لله، ولكن كنا رجال. كونوا رجال وبعدوا منهم. في دور الصفيح وافتخر، في دور الصفيح وافتخر، ولد دور الصفيح وافتخر. واحد الدوار تنهضر عليها انا، جالي واحد خينا صحيح كان في الباديه وجا سكن تا هو في ذاك الدوار، دبر على براكه وكذا وكذا وجا سكن. هضر كيما تنقول لكم ديما، هضر مع المقدم والمقدم ميك عليه، قال لي غنبني واحد المبيحيل هنايا والدنيا هانيه وقيود كراكينه. القايد قال لي ولا، المقدم قال لي ولا صاحبي راه القايد يخرج كذا خصك تشوف انت مع القايد. قال لي انا غنشوف مع غير انت بغي ليا وكذا حل لي الباب وصاوب ليا. صابوا مع القايد، صابوا مع كذا، بدا هنا تنقول واحد القضيه. انا والله ما تنهي لنا القياد ولا تنهي العوام السلطه اللي هما المقدمين والشيوخ، ولكن تنقول بزاف منهم اللي داروا مشاكل في البلاد، بزاف منهم اللي خلاو. كاين واحد الدوار لنا واحد سيدي قاسم سميتو دوار الباشا، تيقولوا واحد الباشا هو اللي بنى داك الدوار وسماه دوار الباشا. عطيت داك الباشا كانوا تيعطيو الناس يمشيو يبنيو. دوار عشوائي، لا طرقان مصاوبين لا بنيه تحتيه، غير برالك وقزاد. هذاك الشيء شكون اللي سببه؟ واحد الباشا تما قال لك جا ودار اللي بغا. وعندنا واحد الدوار في القنيطره بناه قايد بلا ما نقولوا سميتو، تيقولوا مات، بناه قايد استطاع يبني دوار. كانت واحد الارض عند واحد خينا تما في جنب المدينه، داك خينا بغى يستغلها، قال لي انا ندخل معك في القضيه او لا تيبيعوا الارض والبرارك حتى سمعوا على سميتو دوار فلان قايد اللي بناه. كان لي شي واحد تيبني بلا خبر وتيمشي ليه، علاش بنيتي هنا كذا تيتهلاو فيه تيميك حتى بنا دوار. هذاك باشا هذاك قايد. واحتراماتي للباشوات والقياد اللي تيحترموا نفوسهم واللي يدخلوا لواحد المدينه وخلاو واحد البالمارس ديالهم، خلاو عليهم اخبار زوينه وهضره زوينه ديال الناس. كاين عمال وبشوات وقياد اللي خلاو في شي مدينه البصمات ديالهم ديال العمل وديال الوطنيه، وكاين شي وحدين اش خداو بها، داو خداو وخرقوا الدنيا. وكما قلت لكم خلاو الدواور ديال دور الصفيح ومشاو راهم ماتوا وكل ولادهم حرام، راهم مرض، كاين اللي فيهم مرض ولادهم خرجوا مساخيط مبليات شي بليات، ما كاين شيء. انا تنكون صريح في هذا الشيء هذا. هذاك جا اللي قلت لك هذاك القوي، ذاك البدوي القوي جا سكن تما ودار واحد المحل ديالو. في هذاك الدوار كانت واحد خيتي تدير الوساطه، عزكم الله، كان عندها العيالات وتيجيو عندها الرجال والفهم يفهم. هو كان تيحميها، ربما بعض المرات تيجيو في الليل شي وحدين ويهجموا عليها من دوك السلاكت اللي تيدوروا في الليل او شي سكيريه، وكان تيحميها لانه هو كان صحيح.
كان صحيح، والصحه ديالو كان تيبينها، اي تيز الاثقال وتيمعروف عليه صحيح ومعروف عليه خطير ومعروف كذا كذا، كان تيحميها. تنقول لهم بالفرنساويه لي سبير، تنقول لهم بالدارجه سبيره، اي عزات على المراه اللي عندها الداخل الفساد. من بعد بدا تيبيع الشراب، تيبيع الشراب، تيبيع الخمور، وما اكثرهم تيبيعوا الخمور. حنا تعرفوا هاد الناس اللي تيبيعوا الخمور بدون رخصه في الدواوير في كذا، تيكونوا اولا عندهم سوابق، تيكون صحيح، تيكون عنده السوابق، تيكون مسخوط الوالدين، خصو لابد ما يكون مسخوط الوالدين، ما قرا ما دار حتى حاجه ومداز مع والديه، تيكون خطو حتى تكون الصحه، وتيكون مدوز الحبس، وتيكون قاد يدوز الحبس داخل خارج داخل خارج داخل خارج. هذاك السيد اللي قلت لكم كان تيبيع الشراب، كان بعدا خدام مع هذيك خيتي، من بعد ولا تيبيع الشراب الخمور. الشيبه هذا وقتها الشيبه زوينه، داروا لي اتي بالشيبه اليوم، الشيبه زوينه، الله يطول عمركم بصحتكم. انتم راه حاطين القهوه دابا حاطين اتاي، انا عايق بكم. فاش كنا في هذاك السيد بدا تيبيع الشراب، ما بقاش مع ديك خيتي، مع ديك، انا قلت لكم واحد المره واحد الناس يقولوا ما تقولش خيتي، خيتي هي ما تنقولش شي مرات باش تحتقر شي وحده او نحتقر شي وظيفه ديال شي وحده او شي عمل دارتو شي وحده، ما تنقولش سيداتي وما تنقولش اختي، تنقولوا خيتنا، تنقص منها. هذيك خيتنا كان معاها وما بقاش منها، وبدا تيبيع الشراب. شويه شرا واحد السياره ودار البيرمي وشرا واحد السياره، وبدا تيبيع الشراب بالسياره، اي متجول، بائع الخمور متجول. في الليل تيخرج طوموبيلتو، هادو تيشربوا يعطيهم، هادو تيعيطوا ليه بالتليفون، هو خدام. تفضح، دخل الحبس عدة مرات على هاد الخدمه، دخل على الخدمه الاولى اللي جا عليها ديال ديك خيتي، مشى للحبس وخرج ضرب وجرح وكذا وكذا. ومن بعد ولا تيشدوه البوليس على ذاك الجدرميه، البوليس على ذاك تيلقاو هاز الخمر، ويطيح ليه واحد الفكره مزيانه، ما بقاش تيدير الخمر، ولا تيخطف البلايص، خطاب ديال البلايص، ولا تيخطف البلايص. خلال ديك الخدمه ديالو ديال خطف البلايص، يهز من هنا لهنا اللي هي غير قانونيه، ولكن اللهم احسن، بزاف الناس تيخطفوا البلايص في السيارات ديالهم، ولكن اجي تشوفهم ما عندهم ما يديروا، ما عندهم ما يديروا، تيخطفوا البلايص تيهزوا من هنا لهنا. راه تنشوفهم في الدار البيضاء وفي الرباط وفي سلا، الناس تيهزوا، ان حتى المواصلات تيكونوا قلال في بعض الاماكن، هما تيتكلفوا تيهزوا تيديو ليهم. بقى تيخطف البلايص، وتعرف مع واحد السيده، تعرف معها خلال المهنه ديالو، وتزوج بها عادي، تزوج بها وولد معها بنت وولد. الولد هو الاول بعد ولد بنت، ولكن بقى غادي في السيره ديالو. بعض المرات لا كان شي شراب بغا يهزو شي واحد من الجهات يعيطوا عليه، كان صاحب المهام الصعبه، شي واحد عنده شي كيف بغا يهزو من الدوار ديال شي دوار تيعيطوا عليه، هو كان عنده هاد المهام هذه زياده على المهام اللي عنده ديال النقل بدون رخصه وخدام به. وكان البليات ديالو اللي هو في الليل ديما مع صحابو، واخا تزوج ديما شراب، ديما قصرة، الفلوس موجوده، كذا كذا، عايش في واحد العالم ديال دوك صحابو اللي تا هما ساكنين في دوك دور ديال الصافي، اللي ساكنين في دوك الدواء، راكم عارفين في دوك النقط السوداء. هو باين تما كبطل، صحته مخدمها الوقت اللي تحتاجها، وخدمته راه باينه، وزعيم وكذا وكذا. ما داش في ولدو اللي ولد مع ديك المراه هي وبنته، ما داش في ولدو، دخلو شي شويه يقرا في واحد المدرسه ابتدائيه، دخلو يقرا. الدري ما كانش عاطي اهميه لداك الشيء، ما كانش عاطي اهميه للقرايه. الدري بواه ما ديهاش فيه، هو ما داش في القرايه تا هو، وتا هو خرج بحال بواه، تا هو تيتشاجر بزاف الشجار، وتيدافع على نفسه والضرب والجرح، وخرج من المدرسه وما بقاش تيقرا، ولا تيتسخر مع بواه. بعض المرات بواه تيديه مع شي مهمه ديال غادي باش يدوخ به الجدرميه ولا كذا في الطريق، انا غادي غاب العائله، وهز معاه الشراب وهز معاه كيف، وبقى الدري هكاك بدا خرج خاوي الدري. ولكن من كبر ولا عنده 18 عام،
دار واحد الحرفاك بحال ديال بواه، بقى تيبيع الشراب، دار واحد البراكه وبدا تيبيع فيها الشراب، رغم انه كان عنده 18 عام او 19 عام. داكشي اللي دوز دوك التجارب جات منه واحد الدري قبيح واعر ودابز وانت هو في مجروح في وجهه وهضرته قاصحه، وهادشي اللي جعلو يميل لديك الخدمه. ساعدوا بواه، ساعدوا بواه. تا ما بغيتيش تقرا، اش بغيتي دير؟ بغيتي تبيع الشراب، والله يعاونك اسيدي وبيع الشراب ودبرك دخلتي للحبس. فعلا داك الدري ولا مره تيتشد تيمشي للحبس، ولا تيخرمز مره يبيع المخدرات، والشراب راه هو ديما تيبيعو، طاح في يدو شي كيف يبيعو، طاح في يدو شي حشيش تيبيعها، شي قرقوبي تيبيعو، والدري خدام على راسو، وراه تيجي للحبس تيمشي للحبس، وبا تيدي ليه الكفيفه، با تيوصل للكارديان راه تيعرفوه، الكارديان تيمشي تيعرفوه لا شعيبه لاباس، شعيبه بخير، وراه هذا كان عندنا مسكين، وتيبقى متهلاو في الدري، راك شتي انا كنت مشدود كيفاش كنت معاكم، راك ربي عفا، تهلاو ليا في الوليد، راه مضروب بعام، الله يرحم الوالدين. تيوصي على ولده زعما جايبو الكليه تيوصي عليه، ولا يجيبو الجامع. الدري ولا في الحبس ولا في داكشي، وبقى غادي في الطريق ديالو، عنده صحابو بزاف، وما بين صحابو تصاحب مع واحد الدري كان تعرف معاه في الحبس. داك الدري كان دوز واحد عام ونص ديال الحبس، كان تا هو بزناس تيخرق في المخدرات، تعرف معاه، ولكن داك الدري من خرج ما بغاش يرجع لذاك الميدان، رغم ان خلقه شادو تيقول لي اجي خدم معايا وندبروا بجوج. قال لي لا خويا ما ندخلش لداكشي، هذاكشي فيه غير اللي صورتيه تمشي للحبس تخسرو. اللهم اخويا خليني انا نمشي للبني، الوالد كان عنده بناي، قال لي مشيت انا نخدم في البني وداكشي. مشى داك تيخدم في البني داك الولد، ولكن داك الولد رغم تيخدم في البني وباه معلم وشويه البني وعنده الخدمه موجوده مع باه ولا معلم، ولكن بقى مصاحب مع هذاك تلاقيهم الخمر، حتى هذاك الدري بقى مشى للبني تلاقيهم الخمر، الاخر الخمر عنده موجود، من تيوصي تيقول وجد ليه تيوجد ليه، وديما هو يسكر عليهم داكشي. ولاد الحي ولاد الدرب ولا حي واحد ولا دوك الديور راكم عارفين هكا حياتهم كغاديين. الحابل بالنابل، تلقى واحد مثلا تيخدم بدراعه ولكن في العشيه تيجي للقهوه فيها المساخط، تلقى واحد تيخدم بدراعه ولكن مصاحب مع شي واحد عار شرابات، اقليدي تيسلك وتيولي يمشي لخدمته يمشي للجامع ويمشي لهذا، حتى تيمرض وتيكبر حتى تشوف غادي للجامع جايين غادي للجامع تيجي. الله يحسن العوان. المكان فين ساكنين، علاش تنهضروا على ديور الصفيح ولي بوان نوار، هذوك النقط السوداء ودوك الديور العشوائيين، علاش تنهضروا اش تيعطيونا هادشي تيعطيونا. والولاده بكثره، الولاده بكثره. تعدد ديال الدراري راه تيهلك، تعدد ديال الدراري تيفقر، فقير وتتولد، ما عندكش وتتولد. علاش اصاحبي علاش تتولد؟ واش تقسيم داك اللي قال لك الدري تيزيد برزقو؟ غتكذب عليك، الدري تيزيد برزقو ورزقو عندك انت تحطو. واش من تيولي باعي متزوج عنده 4 دراري صافي مستقبله مشى والدري تكرسو كلشي مشى، ما عندكش واحد بارك عليك تدير لهم العش وديروا فين يكونوا وفين يعيشوا. نعطيكم واحد المثال ديال واحد السيده، والله الا خصني نقولها، واحد السيده تنعرفها تخدم في الديور، تعرف راجلها والو مع الطالب معاشو، والاغلبيه ما تيخدم شيء غير جالس، والمرض والخدمه ما عنده شيء، ولكن هي تخدم في الديور وعنده ولد وبنت. وهاد السيده تنعرفوها ان كانت بعض المرات يعيطوا عليها تجي تعاونهم في الدار، لانها تدور على الديور تجي تعاونهم في صابون في كذا، وكنت تيجي وكنت انا تنوصي باش يتهلاو فيها، لان تنقول الله يحسن العوان. وسولت مالين الدار واحد النهار كتب السيده ما بقاش تجي، قالت لا راه حامله وغتولد، وكاريه في ديور الصفيح، وكاريه في واحد الدور، كاريه براكه، وعندها ولد وبنت، انا شفتهم وباقيين صغار وتتخدم غير في الديور، وقال لك حامله غتولد. لما غتولد هاد المراه هادي غتولد عباد الله، خصها تشد تردعو، خصها تجلس في الدار، الراجل راه غير راجل تردعو تجلس في الدار. ومن الاسئله اللي سولناها وفي التليفون وتنهضر معاها، قلت لها دابا كي غديري مع الدري اللي غيتزاد؟ قالت لي فرج الله، قلت لها خصك تشوف بعد من تخلي باش تخدمي، قالت لي وهادشي خرج ما عندي من نخليه. كيفاش غتخلي ما عندي من نخليه؟ تخليه لراجلك غير ردعو، الدري باقي صغير على الحليب، الدري خصو 6 شهور على الاقل
رخص عامين هي في الحقيقه. شفتوا على الاقل ديال الحليب ديال مو وانت ما كايناش في الدار من الصباح حتى العشيه، والدار والراجل عيان غير جالس والكرا كي غدير؟ صافي دير بهذا الولد اللي زدتي، هاد الدري اللي غيتولد صافي تحطمتي مشيتي ساليتي صافي خرجي هزيه بقيت سعيبي. كيما تنشوف شي وحدين هزه واحد هنا وجره واحد هنا، خويا عاوني يا خويا دير لها وجه الوليدات. وانا قلت لكم تفرجوا في القنوات وشوفوا واش تيقول لك الناس ديال الدار البيضاء، انا بوليداتي وكاريه وغنطلقها وست الدراري. وعلاش؟ علاش؟ كاين الكينه، كاين العمليات، كاين بزاف ديال الحوايج. نكملوا. هذاك الدري تصاحب معاه وداك الدري تيمشي للبني، وهذا واحد النهار داك البناي راه هو اللي قال سميوه البناي هو اللي قال راه عندي واحد البنت خليله ديالي، ما بغيتش نقول لك السميه قالوا لي ما تبقاش تقولها للناس جالسين مع ولادهم، خليله ديالي وعندي بها علاقه وحتى هي تتشرب وغنجيبوها تقصر. هاد شاف الاخر تيجي معاه واحد قيتي قال لي جيبها. جابها في واحد النهار وجابوا الشراب وجابوا كيما تتقول هي في المحضر ديالها، تيقول بانه جابوا كرتونه ديال الجيعه ديال البيره وتيجيبوا 4 يطرو ديال الخمر الاحمر. اذا كرتونه و4 يطرو ديال الخمر الاحمر هما 3 غيشربوا هذا الشيء كامل. شتي داك الكاميو ديال الشراب حنا كنا تنقول حنا البوليس، شتي الكاميو ديال الشراب من تشوفوا قدام ديبو الشراب او قدام البار تيحط الشراب. انا كنت تنقول الدراري حنا دايزين تنشوف الكاميو تيخوي الشراب ديبو الشراب اللي هو تيبيعوا برخصه، تنقول لهم هذا الكاميو هذا يخلي شي 10 في الحبس، هذا الكاميو ولا يخلي 21 في الحبس هذا الكاميو هذا. ومن تشوف شي وحدين هازين شراب كارطونه تشرب غاديين بها في شي طوموبيل، تنقول هاد الليله هادي غتخلي هاد الناس شي في السبيطار شي في الحبس شي في الدار شي غياكل العصا. لابد الخمر تيخلي شي مصيبه. جابوا كرتونه ديال البيره فيها 24 حنا تنعرفوا نحسبوا بداك الشيء، عندنا درايه، وجابوا 4 لتروات ديال الشراب تتقول هي، وخداو الكيف وخداو الحشيش ومشاو لواحد البرتوش، واحد بريتش ديال داك خينا ديال البزناس. مشاو تما ودخلوا وبداو تيشربوا تيقول كملوا داك الشراب، تتقول هي بالمحضر ديالها كملوا الشراب حتى الشا وكذا وكذا، لانه بداو مع 4 العشيه وهكذا في الليل كملوا الشراب. مشاو ما كاين مشكل، الاخر عنده الشراب موجود. هذاك الشراب خداوه من الديبو ديال الشراب من المتجر ديال الشراب، الاخر عنده الشراب قال لي هذا الشراب غنهزوه. وكان ديك الساعه دخينا كانت عنده واحد الطوموبيل، هذيك الطوموبيل كان تيخدم بها باه وخلاها ليه، الاخر تيدير بها حتى هو تيهز بها البلايص، ولكن تيهز بها الشراب. الحرفه ديال باه تيفرق تما بها الشراب. شي واحد تا هو خدا داك الشيء اللي كان عند باه خدا هو نفس الحرفه اللي كان تيدير باه قبل ما يتراجع وهو اللي تيقلب على الحلال، ولا تيديرها هو تا هو صحيح بحال باه، لان من الجينات ديال باه خلاهم ليه في كل شيء. وهزو ديك الطوموبيل اللي عنده وركب حداه صاحبه البناي ومشاو تيشربوا في الطبيعه في الليل تيشربوا في الطبيعه كما تتقول هي. خرجنا للطبيعه. واحد الدري كان عندنا في الحومه مسكين الله يرحمه راه مات، كانوا مسميني واحد السميه بحال لصاق، تهضر معاه يلصقك، مسمينو لصاق، ما مسمينو هضره اخرى ولكن نقولوا غير لصاق، تهضر معاه يلصقك. هاد الذكر ديال الطبيعه. وهاد الدري واحد النهار هو كان ماشي باسل، هو كان حماق مصوطي وباسل وتيدخل الحبس ويخرج جمعت فيه الكمائل وكما تيقولوا. وكان داك الدري واحد النهار تيشرب قدام واحد الدار، جات واحد مولات الدار عندهم الدريجات، جات في الدريجه قدام الباب، جات مولات الدار هزه البقوله خضراء بقى ربيع هزها البقوله، قالت له حيد من هنايا انت بقيتي فين تشرب، ودخلت لدارها. هي دخلت وولدها خرج، وقال لها داك الدري ديك الله يرحمه قال لها صافي وسيري طيبي البقوله ديالك صافي. دخلت قالت لولدها ويخرج ولدها. لما خرج ولدها تيعاود ينهز واحد العود في يدو تينقي سنانو،
قال لي يا صاحبي انت ما لقيتي فين تشرب قدام الباب. هو يشوف فيه شاف تيلقى اسنان وقال لي واش بعتي طبيعه صافي كليتي الطبيعه مزيان زعما على البقوله اللي دخل تمو قال لي الطبيعه قال لي شبعتي طبيعه جيت تهددني انا البقوله في الطبيعه. الله يرحمه مسكين مات موته راك عارف كيفاش الموتات ديالهم بلا ما نذكروه. مشاو للطبيعه تتقول هذيك في المحضر ديالها. انا نقول لك علاش تقول في المحضر ديالها انها غتوقع مصيبه ديك الليله هذيك. مشاو بداو يكملوا على الشراب. هذاك البني غلبوا الشراب خرج تيرد خرج من الطوموبيل وخرج مشى تيرد حاشاكم تيرد من فمو ومتكي على ركابيه شويه عيا هو يتكا غير في الارض غير في الخلا. الاخر مشى في التكا قال ديك خيتي قال لا خليه دابا يفيق خليه يرتاح خلينا نشربوا. بقى يشرب معها وهي تبان ليه فكره بانت ليه فيها. قالت لي لا تهضر الرموز عافاك الاطفال. قالت لي لا انا تنبغيك وكذا وانا راه بغيتي كاع نتزوج بيك ما نتزوج بيك وهذاك راه عسكري راه بالناي ما في الدوش وانا الفلوس وكذا واخا بزناس انا قاد بشغلي هو ما في الدوش وكذا كذا. قالت لي بعد مني تشد هو وياه على الاخر واخا هو شارب تخرج فاق هو يجي عنده لقاو تيتزايدوا في السياره لداخل. قال لها مالك؟ قالت لي هذا راه خاين كاين هو يضرب فيه قال لي صاحبي انت ماشي راجل والله انت ما راجل انا نهضركم ديك الهاوس ديالهم ديك اللغه ديالهم تعرف ليها. قال لي انت صاحبي ماشي راجل انت سمعت انت دريه خلينا معاك بغيتي دير لها لك بقى تخدم معايا. قال لي اخر مالك انت كاع يا الله شمن دريه هبطوا لي من طومبيلتي كاع. قال لي نهبطوا من طومبيلتي السير بحال. قال له مالك هما يتشادوا. هذاك البني واخا هو كاو سكران قويصح شويه عطى الاخر واحد البوليه. البنت هبطات من الطوموبيل الاخر تنقوا وياه الاخر طلع لطوموبيلته والاخر هاجم عليه ماشي هاجم عليه يدبزوا بعضياتهم باش ما نخليوش الدفاع الشرعي كما قال واحد. الاخر شد معاه الاخر من طوموبيلته شنق عليه من الطوموبيل دخل ليه راسو تيضربوا الاخر تا هو تيضربوا وهذه هما تيدافنوا او تيدابزوا كما تنقولوا هما سكرانين بجوج. الاخر اش دار ديمارا زاد وشنق عليه زاد الاخر بقى جار هو غادي مديماري في داك الخلا غادي مديماري الاخرى بقات واقفه تما غادا تتفرج فيهم الاخر هو يطيح الاخر من طاح الاخر اش دار مارشاريال هو يطلع فوقه وبقى تيمشي وتيجي فوقه الطوموبيل تيعاود يضربو ضربوا واحد الضربه. شوف واش البارشوك او بشي حديده او كذا الطوموبيل هو يفتح ليه البطن ديالو اي ان ما داخل بطنه خرج لبرا صافي خلاه تما صافي وزاد في حالته. بقات البنت تما تتغوت الاخر مرمي قريب للطريق لانهم كانوا خارجين على الطريق ومن جروا غادي بها للطريق لانه الاخر بغى يخرج الطريق ورماه بجنب الطريق. الاخر شافت الاخر دوك الدمايات وفكر شو محلوله وداك الشيء بقات تتغوت وسلتت مشات في حالتها. الصباح ديال شي وحدين من تما لقاو هذاك طايح علموا الدرك الملكي لان بلاصه ديال الدرك الملكي. علموا الدرك الملكي جاو لعين المكان. الدرك الملكي حسب المعاينه اللي شافوا عرفوا بان حادثه سير. بان لهم بان حادثه سير اي واحد مضروب بجنب الطريق وضربه سياره بجنب الطريق. ربما مع الربيع وداك الشيء ما شافوش المعاينه مزيان ربما قالوا هذه حادثه سير شي واحد ضربه لان ضربه طلع فوقه وعاود طلع فوقه وحسبوها حادثه سير. ربما من حقهم هنا كاين البنوات والرويد وكذا مات في السياره حادثه سير. داو داك الشيء لقاو عند بني لا كارت ناسيونال ديالو ومشاو عند الجدرميه مشاو عند البوليس حسب العنوان ديالو ان الدرك الملكي تيبغيو يدخلوا الحدود ديال البوليس يمشيو عند البوليس تيبغوا البوليس يمشيو شي خدمه عند الدرك الملكي تيمشيو البوليس عند الدرك الملكي. هذا قانون تحديد السلطات كل واحد عنده السلطه ديالو تنأكدها ضباط السلطه القضائيه مفتشون يتهمهم الامر بانهم تبغي تمشي دير واحد العمل في الحدود ديال الدرك الملكي عند الدرك الملكي في الجهه فين كان السلطه ديال الدرك الملكي تصل بالدرك الملكي. وكذلك الدركين بغا يمشيو يدخلوا للمدينه يخدموا شي افير شي قضيه غيخدموها عند البوليس يتصلوا بالبوليس. بعض المرات تكون شي اغلاط
بعض المرات كنا تنكونوا دايزين خدامين تلقاو الدرك الملكي قدام شي دار تيقوم شي عمل وتيجيو الاخوان تقول ما علمتوناش او كذا وكذا. لابد من مرافقه الدرك الملكي للشرطه في التيريتوار ديالهم، ولا بد من مرافقه الشرطه للدرك في الحدود ديالهم، حدود السلطه ديالهم. هادشي راه معروف. انا عاد تنذكر بعض الشرطيين ما تمشيوش بلا بيهم في كل بلاصه، وتيحميوك وتيعطوك معلومات وتيقول لك اش كاين اش كاين. الدرك الملكي جاو عند الشرطه قالوا ودي هذا السيد راه لقينا مقتول ولا يستبعد ان حادثه تسير، ربما حادثه تسير وراه مقتول وكذا وكذا. بغينا نخبروا العائله ديالو. مشى معاهم البوليس، مشى معاهم واحد العميد صاحبي اللي ذكرني في هذه القضيه هذه وهضر لي عليها مزيان. مشى معاهم دقوا عليهم، خرج واحد السيد مع عائلتهم، خرج حتى هو تيخرمز. خرج قال ليه السلام عليكم. السلام. هذه الدار فلان؟ قال لي ايه دارهم. فين با؟ قال لي با ما كاينش. فين يمو؟ قال لي مو كاينه. قال ليه هذا الكار ديالو؟ قال لي ديالو. قال لي راه لقاو ميت. كيفاش ميت؟ قال لي مقتول، قاتلو شي واحد ولا ضربه شي طوموبيل. المهم راه في مستودع الاموات، وغادي تجيو عند الدرك الملكي هما تجي مو يجي با ويجيو عند الدرك الملكي يديروا المحاضر ديال التعرف ديالهم وكذا وكذا وكذا. هذاك خيناش قال لهم؟ قال لهم كيفاش دابا واش هو مقتول؟ قال لي ما عرفوش. الدرك الملكي ربما حادثه ربما مقتول، راه البحث غادي، حنا غادي نعلموكم عليه لان انتم تعطون بعض المعلومات. ما عم تيكون فين تيكون فين كان والو. داك هنا قال لهم هو تعرف كل شيء مع عائلته. قال لهم يمشيو يشوفوا ديك خيتي الخليله ديالو راه ديما مع واحد خيتي سميتها فلانه، هلا نقولوا سميتها الكبيره. سيروا شوفوا الكبيره ديك السمكه راه ديما معاه، راه البارح كانت معاه. هذاك شافها معاه لان تتكون معاه. شنو سولوها؟ قال لي فين ساكنه؟ قال لي راه ساكنه في واحد الدوار. ما عرفتش انا الدار فين كاينه بالضبط كما تيعاود ديال العميد. قول لهم الكبيره مشهوره الكبيره مخطه. قول لهم راه واحد خيتي راه تتكون. قول لهم صاحبه البناي اللي تتكون مع البناي، مع ولد البناي على باه. اخرين قالوا صاحب الدار؟ قال لي لا. خداو هاد المعلومات ومشاو مع الدرك الملكي تيقلبوا على هاد السيده. قلب ما تقلب دار بدار حتى وصلوا لها. تيقول داك العميد بان وصلوا لها. خرجت بواحد السيرفيتمون مسخه حالتها حاله ريحه الشراب عاطيه منها. خرجت قال لها لاباس؟ انت بخير؟ لاباس؟ تعرفي داك ولد البناي؟ قالت لهم كنتي معاه البارح؟ المهم كنت معاه انايا. كنتي معاه؟ كنت معاه. شنو العلاقه به؟ وما عندي علاقه بيني وبينه، ديما معاه وناوي ان شاء الله الا كتب الله نتزوجوا، ولكن المصيبه د البارح صافي ما بقيتش معاه. قال لها غتمشي معنا. داوها معاه، نسات داوها لابيجي باش ياخذوا معلومات اوليه باش غيشوفوا ديك الساعه الوكيل اش غيقول. داوها عاودت لهم واحد القصه كما عاودتها لكم. قالت لهم انا المهم كنا تنشربوا، السيد سكر، ولد البناي اللي معايا سكر خرج تيرد بقى متكي في الارض. ما نيت الحال دافيك. قال لي البزنس، قال لي خليه متكي دابا يفوتوا الحال. انا بقيت هكا في السياره. قال لي اجي تشرب بك؟ لا انا نشرب معك زعما الدنيا هانيه، نحاسبها بحال خويا حيت هو صاحبه وبغى يبقى يخدم معايا شي خدمه. وقال لي انت نبغيك وانا باغي نتزوج بك. خويا اسمح لي انت نتزوج، انا السيد ها هو زعما صديقي وني ناويه معاه ان شاء الله مستقبلي. ها هو تنشرب ما تنقصر معاه، انا ديما معاه. باش نبدلو نمشي مع واحد اخر ما يمكنش. واخا انت عندك الفلوس ما يمكنش ليا، انا عندي قيمتي وعندي شرفي. تدير الهضره ديالهم تيهضروا بحال هكا تيهضروا. ايوا المهم بديت دابز شويه الطومبيل ديالو جرو بقى تيدوز فوق وفي السياره تنغوت. حشومه هذيك حشومات ما داهاش فيا وزاد في حالته خلاها تما. خويا خفت على راسي نولي انا متهومه. جيت اخويا لدارنا صافي، جيت لدارنا وقلت انا مريضه، امي مريضه حتى هي امي راه مريضه، انا خصني نقابل الوالده. وجيت شاربه قلت اخويا نريح ديك الساعه فرج الله غدا يفرج الله، انتم جيتوا عندي. قالت لهم القصة كاملة. خبروا النيابة العامة في
في شخص نائب الوكيل العام. قال لاش وصلنا؟ قال لهم بويسكو هادشي في هاد الدوار، ان الدوار تابع للبوليس، باش تسهل لكم المهمه. قال لي جا للدار عطيو للبوليس، لانه ما داروا التقرير في الاول في حادثه السير، ربما هو مشى في هذا التغيير، عطاها قال لهم عطيوها للبوليس، شدوها لابيجي وما شدوا لافير، شدوا هاد القضيه وبداو البحث من الاول، ومشاو جابوا داك خينا وجابوه. اش تيقول هو؟ وفعلا انا مشيت معاه، ماشي كنت معايا، كان معايا هو سكر خرج طاح صافي، انا بغيت نمشي في حالي، فيقتو قلت لي غنمشي في حالي، قال لي لا تبقى معايا، قلت له خو ما نبقاش انا نمشي في حالي صافي. هو الليل هذا الصباح قرب يطلع والصلاة على النبي دار فيا، بغيت تيقول لي ما تمشي الصحة، ما تتخيتي هذه بغات تتحاماو عليا، بغات يتحاماو عليا بجوج. المهم انا تنطط من الطوموبيل وبقى شاد في الطوموبيل وزدت في حالي، بقى تيخربق تيكذب. هذه الهضره الاولى، كلام اللي تيقول تيبرئ نفسو انه بغى يمشي في حاله، ما خلاوش يمشي في حاله، ما يمكنش. والاخر سكران كاو. ولكن بعد بحث وتعميق البحث اعترف بما نسب اليه جمله وتفصيلا، وقال انا شديته وطلعت، ولكن مع الشراب انا ما ضربني، انا ما شعرت، طلع لي الدم. المهم رجعت عليه في الطوموبيل جوج مرات ومشيت في حالاتي. مشاو جابوا السياره، تلقاو السياره رغم انه حاول يغسل السياره، باقي الدم في السياره من الجوان تحضر الرويد، لانه داز ليه عداتها مرات. ومشاو للحبس، مشى للحبس وتحكم 30 عام. هذيك تحكمت بعام اللي كانت معاهم، عطاوها عام، دخلوا فيها الفساد وكذا وكذا وعدم اخبار، عدم المساعده الشخص في حال خطر، كدخلوا لها كلشي داكشي، عطاوها عام او دوزت عام كما تيقول لي هذيك، دوزت عام ديال السجن كامل. علاش قلنا هاد القصه ديال اليوم؟ ربطناها بالبناء العشوائي. ما عطاو اب الاول وما قلت لكمش، ونسيت ما قلت لكمش واحد القضيه مهمه. هاد البناي هذا اللي تقتل خوه كان قبل منه تا هو تقتل في نفس دوك الدواوير، تا هو تقتل بجريمه. وشكون اللي قتلو الاطراسي. والاطراسي غادي كلكم بغيتو تعرفوا واحد الناس، شكون الاطراسي وغادي تعرفوه. وعندي المستر ديال الاطراسي حمود، اللي تا هو ود ديك المنطقه، واللي تا هو المجرمين المشهورين في الجهه ديال الغرب الشرطه بن حسن، واللي هو باقي في حبس سنطره. تا هو قتل اكثر من مره، هو العائله ديالو وخوتو كاملين خرجوا الازرام. وعلاش خرجوا الازرام؟ ما نقول لكم باش خرجوا الازرام، ودابا نعاود لكم واحد القصه. وهادشي ديالنا، وهذا البناء العشوائي، وهذه التربيه، واستاذ المناخ والتربيه اش تعطي.